بتوجه سام كريم صدر في عام 2016 أنشئت كلية الطب في جامعة حلب لتكون ضمن الجامعات العريقة بالإضافة إلى كلية طب الأسنان، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات 330 طالبا وطالبة. الصرح التعليمي من خلال رؤيته ورسالته يطمح إلى الريادة مستقبلا في تعليم الطب البشري وكلية الأسنان والتميز والتفوق في مجال الأبحاث. نحن هون في كلية طب الأسنان، أنشئت هالكلية في هذا العام. الهدف منها كان استقطاب هالشباب وإعطائهم الأمل. احنا بكلية الطب التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة، يعني باختصار هي عم تحل مكان كلية الطب اللي موجودة في مناطق النظام، بحيث تأدي دور بتكميل تعليم الطلاب المنقطعين من مختلف جامعات القطر، وتستقبل طلاب الحامشات للبكالوريا الثانوية العامة في المناطق المحررة برضه. نحن الآن عندنا سنة أولى وسنة ثانية وعندنا سنة ثالثة كلها منقطعين. مجموع طلابنا بالسنوات الثلاثة حوالي تقريبا 330 طالب. إذا بعضها يستجيب بالوخز بإغلاق فوهته الزفيرية عند الوخز، وتأتي بعد مدة، يعني ما مباشرة، بعد مدة معينة 5 دقائق 10 دقائق تغلق الفتحة الزفيرية. تحتضن الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، يقومون بمهامهم التدريسية والاستشارية في جميع التخصصات. مدة الدراسة في الكلية 5 سنوات، وتشمل الدراسة مقررات علمية أساسية، والمنهاج المعتمد منهاج جامعة حلب. تميزت الكلية بأنها أول كلية في الشمال السوري تحصل على الاعتماد الأكاديمي. مؤسسة شمس الإعلامية، ريف إدلب.